البورصه او ستاك ماركت. حنا كاملين كنعرفوا البورصه على اساس انها البلاصه فين كيبيعوا وكيشريوا الاسهم ديال الشركات، وفاش كنسمعوا البورصه اول حاجه كنفكروا فيها هي الاستثمار في الاسهم، ولكن قليل اللي كيعرف شنو هي البورصه بالضبط وشنو الدور الاقتصادي ديالها في العالم. الا كنتي من الاشخاص اللي ديما كيتسائلوا على شنو هي البورصه فعلا، شنو كنعنيو فاش كتسمعهم كيقولوا البورصه نازله او البورصه طالعه، وكيفاش تاسست اول بورصه في العالم، وشكون هما الشركات اللي عندهم الحق يتسجلوا في البورصه وشكون اللي ما عندهمش الحق، وعلاش اساسا هاد الشركات كيمشيو يتسجلوا في البورصه. وإلا بغيت نستثمر انا في البورصه فشنو هي الطريقه باش نستثمر فيها؟ الجواب ديال هاد الاسئله كامله غادي تعرفوا عليها في الحلقه ديالنا ديال اليوم. اول بورصه بالشكل ديالها الحالي بانت اول مره في العالم هي بورصه امستردام في القرن 17 ميلادي. البورصه هي عباره على سوق بحال اي سوق يمكن ليها تخطر لك في بالك، الاختلاف هو انها سوق لبيع وشراء وتداول ادوات ماليه بحال الاسهم والسندات. واول حاجه خاصك تعرفها على البورصه هي كيفاش الاسهم ديال الشركات كيوصلوا للبورصه اساسا وعلاش. حيت انت الى اسستي شركه ما يمكنش غادي تمشي تطرح الاسهم ديالك في البورصه غير هكاك وبدون سبب. السبب بكل بساطه هو بالنسبه للشركات الكبرى اللي حنا كاملين كنعرفوهم اليوم واحد النهار حتى هما كانوا عباره على شركات صغيره وناشئه او ستارت اب كيف ما كنقولوا في الوقت ديالنا الحالي. فمثلا شركه ابل العملاقه اسسها ستيف جوبز سنه 1976 في الكراج ديال الدار ديال والديه، ونفس الشيء بالنسبه لشركه امازون سنه 1994 والمؤسس ديالها جيف بيزوس. وشركه ميتا اللي كان الاسم القديم ديالها فيسبوك اسسها مارك من الغرفه الجامعيه ديالو في هارفارد سنه 2004. هادو كاملين عباره عن شركات عملاقه عرفت نمو كبير جدا في وقت قصير، ولكن باش هاد الشركات توصل فين كطمح وتطور من شركات ناشئه الى شركات عملاقه كيخصها راس مال ضخم جدا. بمعنى اي شركه ناشئه باش كتوصل لواحد المرحله اللي ضروري كيخصها راس مال كبير باش تزيد من الحجم ديالها وتطور من المنتوج ديالها او توصل المنتوج ديالها اسواق جديده وبالتالي تزيد من الارباح ديالها. هذا الشيء كيخلي الشركه يكون عندها خيار واحد من بين جوج ديال الخيارات، اما اقتراض الاموال من البنوك اللي كيكون في اغلب الحالات على الشركات الناشئه صعب جدا، حيث البنوك كيطلبوا من الشركات بزاف ديال المتطلبات باش يسلفوهم الفلوس اللي محتاجين، وهذا الشيء اللي ما كيقدروش عليه الشركات الصغرى حيت ما كيكونش عندهم ضمانات سداد الدين اللي تخلي البنوك يثيقوا فيهم بحال الاصول او التدفق المالي الكافي، حيت كتكون شركات عاد باديه، زائد ان البنوك كتفرض نسبه فائده كبيره بزاف على هذه الشركات الناشئه. وبلا ما نساو الخطوره ديال الافلاس اللي تقدر تخلي صاحب الشركه يمشي فيها فعلا. والخيار الثاني هو طرح الشركه او جزء منها في البورصه، اي كتحط جزء من قيمه الشركه ديالك للبيع في البورصه على شكل اسهم. فمثلا اذا كانت الشركه ديالك القيمه التقديريه ديالها هي 10 مليون ديال الدرهم وانت محتاج 4 ديال المليون ديال الدرهم باش تستثمر في الشركه ديالك وتزيد من الحجم ديالها، هنايا كيخصك تطرح 40% من قيمه الشركه ديالك. عدد الاسهم انت اللي كتحكم فيه، وكلما كان عدد الاسهم اللي كتطرح كثير كلما كانت القيمه ديال سهم واحد فيهم اقل، وكلما كان عاوتاني عدد الاسهم اللي كتطرح قليل فهاد الشيء كيعني ان كل سهم غادي يكون الثمن ديالو مرتفع، وهذا الشيء كيخليك تحصل على راس مال من البيع ديال هذيك الاسهم وبالتالي تمول الشركه ديالك بالطريقه اللي بغيتي وتزيد من الحجم ديالها ومن المداخيل ديالها. ولكن هذا الشيء كيكون من بعد مده من التاسيس الفعلي ديال الشركه وبدايه العمل، اي ضروري تكون الشركه ديالك ديجا بدات كتدخل لك الفلوس وبديتي كتربح منها، لان طرح الشركه ديالك في البورصه كيطلب منك توفر او تلبي بزاف ديال الشروط. فمثلا في بورصه نيويورك في امريكا اللي كتعتبر اكبر بورصه في العالم، باش تطرح الشركه ديالك عندهم خاصك توفر لهم بالتفصيل جميع الاوراق الاداريه والماليه من راس مال والتدفق المالي للشركه وهامش الربح الى اخره، اي ان الشركه ديالك كتكونترولا من طرف متخصصين اللي الدور ديالهم هو يفليو الشركه ديالك من راسها حتى رجليها وما يخليو حتى شي درهم واحد مجهول المصدر، وهذا الشيء باش يعرفوا واش الشركه ديالك منها او ما منهاش. من بعد كتسنى لجنه الاوراق الماليه والبورصه توافق على طرح ديال الشركه ديالك، واول حاجه كتجي من بعد الموافقه هو الاكتتاب الاولي في البورصه، وكيكون في السوق الاولي بين الشركه والمستثمرين مباشره، والشركه هي اللي كتحدد عدد الاسهم اللي باغا تبيع وبالثمن اللي بغات للمستثمرين. من بعد الاكتتاب الاولي للاسهم كدوز الاسهم ديالك للسوق الثانوي اللي هو البورصه كيف ما كنعرفوا حنايا كاملين، وكتبدا التداول الاسهم ديال الشركه بين المستثمرين المتداولين بين البيع والشراء، ومن ثم السعر ديال الاسهم كيخضع للقاعده العامه اللي هي العرض والطلب، اي الا كان سهم عليه طلب كبير فالثمن ديالو غادي يطلع، والعكس صحيح. هنا الشركه كتكون حصلت على الراس مال اللي غادي يخليها تكبر وتوصل فين كطمح بلا كريدي بلا والو، ولكن الشركه كتحول من شركه كيسيرها المؤسس ديالها الى شركه كيسيرها مجلس الاداره. هذا المجلس كيتكون من هذوك الناس اللي شراو دوك الاسهم اللي طرحوا في البورصه، حيث شرائهم الاسهم كيعني شرائهم جزء من الشركه، ولكن هذا الشيء في حاله ما كانت
تجاوزت القيمه ديال الاسهم اللي طرحت للبيع 51%، وهذا الشيء اللي اغلب الشركات في البدايه كيتجنبوا يديروه، حيت انهم كيطرحوا جزء صغير من الشركه باش تبقى عندهم هما السلطه الاكبر على الشركه ديالهم. رغم ذلك كيبقى خاص مول الشركه يصرح كافه الارقام والارباح ديال الشركه للمستثمرين وما ياخذ حتى شي قرار بدون موافقه ديالهم. الخلاصه على الشركات كطرح جزء من القيمه ديالها في البورصه هو ان الشركه تاخذ راس المال اللي محتاجه، ولكن هذا الشيء مقابل جزء من القيمه ديالها، لان مول الشركه الارباح اللي كياخذ كتولي مرتبطه بقيمه الاسهم اللي كيملك. فمثلا الا كان كيملك 51% من الاسهم ديال الشركه فراه غادي ياخذ 51% من الارباح ديال الشركه كلها، وديك 49 اللي بقات كياخذوها المستثمرين على حسب قيمه الاسهم اللي كيملكوا. فانت كمستثمر من بعد شراء ديالك الاسهم في هذه الشركه كيولي عندك جوج ديال الطرق باش تربح من هذه الاسهم اللي شريتي. اولا مشي لك الاسهم، يعني مشي لك الجزء او طرف من الشركه، وكيف ما شرحت من قبل هذا الشيء كيعني انه غادي تبقى تاخذ جزء من الارباح ديال الشركه على حسب قيمه الاسهم اللي كتملك. نديروا مثلا انك شريتي مليون سهم من هذه الشركه اللي كيعادلوا 10% من الاسهم ديال الشركه كامله، فهذا الشيء كيعني انه غادي تبقى تاخذ 10% من الارباح ديال ديك الشركه سنويا. الطريقه الثانيه هي تبيع دوك الاسهم اللي شريتي بثمن اكبر من الثمن اللي شريتيهم من قبل، وهذا الشيء هو اللي كنقولوا ليه تريدين. وبطريقه بسيطه نقولوا انك شريتي مليون سهم ب 10 المليون ديال الدرهم، ب 10 دراهم للسهم الواحد، ومن بعد 10 سنوات القيمه ديال السهم الواحد ولات 100 درهم. فهذا الشيء كيعني ان دوك الاسهم اللي عندك راه القيمه ديالهم او الثمن باش غادي تبيعهم هو 100 مليون، لانك في ظرف 10 سنوات صافي الربح ديالك غير من بيع الاسهم اللي شريتيه هو 90 مليون ديال الدرهم. الدور الاقتصادي للبورصه على الدول، وشنو الدول كتستافد من وجود البورصه؟ اولا وبكل وضوح البورصه كتيح للشركات يكبروا ويطوروا من الشركات ديالهم بمعنى كاش فلو او تدفق نقدي كبير في الدوله ديالك مقارنه قبل. وزائد ان دوك الشركات كلما كبروا كلما كيحتاجوا ليد عامله اكثر، كلما كيزيدوا يحلوا فروع اكثر وبالتالي ضرائب اكثر، لان الدوله الاستفاده ديالها هي خلق فرص الشغل للمواطنين، زائد دفع الشركات للضرائب بصوره اكبر مقارنه بالاول، زائد تطوير من الاقتصاد الداخلي والنمو ديالو بمستوى اكبر. بزاف الحوايج اللي كيساعدوا المستثمرين في البورصه بحال المؤشرات اللي انا متاكد انكم فايت سمعتوا بهم، بحال مؤشر ماديكس او مؤشر المازي اللي الدور ديالهم هو يعطيو مؤشرات او قراءات اوليه للبورصه. وباش نجي نشرح لك، مثلا الا مشيتي لبورصه الدار البيضاء ولقيتي 600 شركه، باش غادي تعرف فين هي الشركه اللي غادي تطلع وفين هي الشركه اللي غادي تهبط وفين هي اللي غادي دير فايج. هنا كيجي الدور ديال المؤشرات. مثلا مؤشر ماديكس هو مؤشر كيدرس 200 شركه من بين هذيك 600 شركه اللي في البورصه ديال الدار البيضاء. هذا المؤشر كيكونوا ناس اللي قاريين وعندهم مع الاسواق الماليه هما اللي مشرفين عليه، بمعنى هما اللي كيدرسوا ليك هذيك 200 شركه وكيعطيوك الراي ديالهم. فاذا قالوا لك مثلا او كتسمع مثلا في التلفازه ان مؤشر ماديكس طلع، فهذا الشيء كيعني انه دوك 200 شركه اللي مؤشر ماديكس كيدرسهم القيمه ديالهم غادي يطلعوا، من الافضل انك تستثمر فيهم ولا في وحده منهم. يعني الدور ديالو انه يعطيك اشارات تعاونك وانت كتشري او كتستثمر في البلاصه اللي بغيتي. وباش نقول لك بطريقه واضحه، انت كشخص عادي ما يمكنلكش تستثمر في البورصه مباشره، ضروري تستثمر عن طريق وسيط اللي خدمته هي يستثمر للزبناء الفلوس ديالهم في الشركات وياخذ معهم نسبه من الارباح او العموله كيف ما كيسميوها. البورصه كتعتبر سوق اللي ضروري ما تكون قاري وواعي وعارف شنو كدير، سواء كنتي مؤسس شركه او مستثمر او متداول. المتداول هو الشخص اللي كيشري باش يبيع اللحظه اللي القيمه ديال السهم طلعت، وهذا الشيء علاش خاصك تكون عارف الشركات كاملين اللي باغي تستثمر فيهم ودارس السوق المالي مزيان. زائد انه حتى السياسه كتاثر في البورصه وذلك بتاثير على الوضع الاقتصادي للدول. يعني من هذا الشيء كامل البورصه هو عالم الاستثمار كيبغي تكون مجتهد وحافظ الدروس ديالك مزيان، حيت كيف ما تقدر تربح كاين الامكانيه ديال انك تخسر فلوس ديال كاملين. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو والمعلومه وصلت على احسن وجه، ولنا لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.